تخيل كده لو معاك عربية حديثة في روما القديمة. اليوم الأول ظهرت على طريق فيا أبيا راكب بي ام دبليو سودا. روما أصلا عندها طرق كويسة، فدي أول حضارة تقدر تسوق فيها بجد. تاجر قرب من العربية وحاول يأكلها تبن، قلت له دي مش حصان، هو ما صدقكش وساب جنبها جردل المية طول الليل. اليوم التاني يوليوس قيصر شاف العربية وطلب تركبه معاه. دعست بنزين على طريق فيا أبيا لحد السرعة القصوى، نزل من العربية وقال أنا فتحت بلاد الغال على ظهر حصان، بس بالعربية دي كنت أخلصها في أسبوع. اليوم الثالث سواق عربات السباق تحداك في سيركس ماكسيموس، حوالي 250 ألف شخص بيتفرجوا، هو عنده 4 خيول وانت عندك 300 حصان ميكانيكي. خلصت السباق قبل ما يوصل هو لأول منعطف. الراجل اعتزل السباق نفس اليوم. اليوم الرابع دخلت بالعربية الكوليسيوم قبل القتال، 50 ألف متفرج في المدرجات. دعست بنزين وصوت الموتور علي، الناس افتكرت إن وحش طليق في الساحة. المصارعين رفضوا يقاتلوا بعد كده لأن مفيش حاجة هتكون أمتع من بي ام دبليو بتلف في الحلبة. اليوم الخامس سقراط كان زائر في روما، لف حوالين العربية وهو مستغرب وقال العربية دي بتمشي من غير خيول ومن غير عبيد، ايه اللي بيحركها؟ قلت له وقود. قال وايه هو الوقود؟ ما عرفتش تشرح. فسأل تاني، يعني انت معتمد على حاجة ما تقدرش تصنعها عشان تستخدم حاجة انت اصلا مش فاهمها؟ في اللحظة دي كنت عايز تدعسه بالعربية. اليوم السادس لمبة البنزين نورت. قبل المغرب الكهنة بنوا معبد صغير فوق الكبوت وانت واقف تتفرج على اعظم حضارة في العالم وقتها وهي بتعبد عربية بي ام دبليو. وفي الاخر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.